السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم في قناة يوميات اسماء عدلي. طبعا عايزه اقول لكم اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك، ما تنسوش اللايك قبل اي حاجه وكومنت حلو يديني برضو حافز ان انا اقدر اعمل فيديوهات تاني من النوع ده. طبعا اسماء واخداكم النهارده رايحه بيكم فين؟ رايحه القاهره. احنا رحنا قبل كده بورسعيد ووريتكم جمال بورسعيد، المره دي بقى احنا رايحين القاهره. طبعا الرحله دي تتضمن ايه؟ متحف القومي للحضاره المصريه، ورحله نيليه، وخان الخليلي والحسين والشيخ زايد. طبعا انا ما صورتش كله، صورت نص الرحله بس للاسف، لان فعلا تعبت جدا جدا، ويا دوبك صورت المتحف القومي للحضاره المصريه وصورت الرحله النيليه بس. خان الخليلي والحسين والشيخ زايد فعلا انا كنت تعبانه جدا جدا جدا، ما قدرتش اصور اي حاجه، فعلا تعبت وما قدرتش اصور. بس اوعدكم ان شاء الله المره الجايه هصور لكم كل حاجه بالتفصيل، وكل حاجه نتكلم عليها باستفاضه احسن من كده واكتر من كده، وتفاصيل التفاصيل. طبعا احنا هنا بعد ما طلعنا بالباص احنا دخلنا على طول كده. ايه، عايزه اوريكم ان احنا كنا بدأنا درست واحه اسمها واحه عمر. طبعا احنا نزلنا، اللي شرب شاي، اللي شرب قهوه، اللي ظبط مكياجه، يعني ظبطنا الدنيا وبتاع، وجينا بقى ركبنا الباص تاني واخدنا بعضينا. اول حاجه رحناها اللي هو المتحف القومي. ماشي، دخلنا طبعا ايه زي ما انتم شايفين، دي احجار وحاجات من ايام الفراعنه. والمرحوم ده طبعا ايه، ده كان هيكل عثر عليه في سوهاج من آلاف السنين. فطبعا هو مكتوب كل حاجة طبعا على كل حاجة، بس طبعا انا اكيد مش هضيع الفيديو كله ان هقرا كل ده واقول لكم بالتفصيل، بس اوعدكم هخلي كل حاجة من الحاجات دي فيديو لوحده. وهنا طبعا ايه، دي الحاجات اللي كانوا بيستعملوها الفراعنه. وفي هنا طبعا كان في خبز، بس طبعا الكاميرا ما جابتوش قوي. عيش طبعا معمول من القمح عادي، ويدل على الحياه الابديه بالنسبه للفرعون. كانوا بيحنطوه ويحطوه مع الجثمان بتاعهم. هنا بقى المناظر جميله جدا، والحضاره بتاعتنا والتحف والحاجات الجميله دي بجد كانت في منتهى الجمال. انا اول مره اجي المكان ده، عجبني جدا، كنت فخوره جدا 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 طبعا باجدادي. وهنا طبعا هنا برديات وهيك. طبعا عايزه اقول لكم كان المكان مليان اجانب وسواح، كان مليان سواح او سياح سياح او سواح. هنا بقى كل حاجه ايه مكتوب عليها تفاصيل التفاصيل. بصوا هنا كمان الحلي بتاع الفراعنه، العقاد والاساور والتيجان والحاجات دي كلها. طبعا شكلها حلو قوي قوي في الطبيعه وفي الحقيقه من قرب كمان حلو قوي قوي. ده طبعا كارتير بيتلبس في الرقبه، وده هنا ده زي كوليه او كارتير برضو. دي طبعا الحاجات دي عثر عليها في ايه، عباره عن كنز يعتبر. سنه 1989 داخل حاجه فخاريه، كانوا موجودين في حاجه فخاريه. وطبعا الخديوي اسماعيل، طبعا ده التمثال بتاعه. وهنا مكان المومياوات الملكيه، دخلنا بس المكان معين بس كده، وبعد كده قالوا ممنوع التصوير تماما. دخلت انا كده، والدايره اللي فوق دي كلها المومياوات دي الشكل ده كانت بتدور بقى فوقيكي كده، بتشوفي ايه كل ده كده بيدور حواليكي. وفوق طبعا كان في حاجات تانية، وفي مومياوات بقى حقيقيه جوه الحاجات الزجاجيه. بس طبعا كان ممنوع جدا ان انا اصور. وانا طبعا خفت احسن ايه حد يقول لي كلمه كده ولا كده، فمرضتش طبعا اطلع الموبايل. وانا احترمت طبعا ده، طبعا احترمته لاني ممنوع، ولا احنا ينفع نصور ولا حتى السياح، يعني ممنوع. فطبعا ما طلعش موبايلي. في حاجات حلوه قوي قوي جوه، اتمنى تروحوا وتشوفوها. وهنا رحنا بقى رحله نيليه. ده احنا كده فوق المركب. هي المركب دورين، دور فوق مكشوف، والدور اللي تحت ده عباره عن ازاز وترابيزات وكراسي وكده. طبعا احنا كنا قاعدين فوق ومستمتعين بالجو وكل حاجه. اي نعم كان ساقعه شويه، بس مستمتعين شايفين كل حاجه من فوق. بس فجاه الجو قلب وبدات تشتي بقى، والسقعه والكلام ده كله. وطبعا كان معانا اطفال، فاحنا اخدنا بعضينا ونزلنا تحت. هنا بقى كل ده الازاز ده اساسا تحس ان هو فميعاتي رصاصي شويه، لو فتحتي الازاز الاضاءه احسن من كده كتير. فطبعا ده كده منظر النيل. وعايزه اقول لكم المبنى الازرق اللي انتم شايفينه ده
ده اسمه فندق شهرزاد، ده من سن السنين يعني، مبني من زمان جدا جدا. فطبعا كان هو افضلهم في القاهرة، كان 5 نجوم وكان افضلهم شهرزاد. دلوقتي طبعا اتبنى هناك فنادق كتير حلوة قوي قوي. وطبعا على يعني كل وانت ماشيه كده بالمركب انت شايفه بقى حاجات في منتهى الروعه، في منتهى الجمال، فنادق ايه ومستشفيات ايه وحاجات حكوميه وحاجات، لا حاجات بجد كلها حلوه قوي، مباني حلوه قوي، والمنظر والميه والخضره، لا بجد يعني. الجناب بتاعه النيل نفسها، طبعا اول مره في حياتي اروح واركب اركب مركب في النيل. طبعا كان بالنسبه لي استمتاع رهيب، لاني اول مره فعلا اروح الرحله دي. هي كانت مجهده بالنسبه لي عشان انا ماليش في المشاوير البعيده والكلام ده كله، بس بالنسبه لي انا استمتعت فعلا. اي نعم ما صورتلكمش بقيه الحاجات اللي هي خان الخليلي والحسين، كان مهم جدا اصوره لكم، والشيخ زايد في منتهى الجمال. هي مدينه حلوه جدا جدا جدا، فيها ملاهي وفيها حاجات حلوه قوي ومطاعم وكل حاجه، بس للاسف فعلا ما اعرفش اصورها. اوعدكم المره الجايه هصورها لكم ايه يعني، حته حته، جزء جزء، بس بقى للاسف ما عرفتش بقى. ان شاء الله المره الجايه باذن الله. وهنا بقى حبيت بعد ما نزلت من المركب اصور لكم المنظر من بره، بجد كان شكله حلو. هي دي المركب اللي احنا كنا راكبينها، ده فوق اهو، الناس فوق، هي كانت بطلت شتاء بقى. وتحت الجزء اللي قلت لكم فيه انا كنت قاعده فيه انا والاسره يعني. وهنا برج الجزيره اهو، في بيقولوا برج القاهره السياحي او برج الجزيره. زي ما انتم شايفين ده بقى الباص بقى مستنينا، المفروض ان احنا هنركب وناخد بعضنا ايه ونطلع على الشيخ زايد. طبعا هي دي مدينة الشيخ زايد. انا كان اخري عند الباب، يعني انا اخري كان عند الباب، وبعد كده انسي ان انا اعرف اصور تاني، خلاص تعبت فعلا جدا جدا، لان احنا بننزل من الباص وبنطلع وبننزل وبنطلع وبعدين بتمشي، فاهمه ازاي، وبترجعي تاني الباص، فتحسي لا انا بالنسبه لي كان مجهود فظيع. فطبعا انا كان اخري هنا. عايزه اقول لكم لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك، والسلام عليكم.